كلنا عارفين إن السوق العقاري في مصر كبير والمنافسة فيه مش سهلة. بس السؤال بقى، أنت بتصطاد فين؟ عميلك موجود فين دلوقتي؟ الإجابة بقى إن معظم العملاء موجودين على السوشيال ميديا. تعال بقى أقولك على 4 حاجات تخليك تفكر في السوشيال ميديا وأنت بتبدأ أي حملة أو أي كامبين للمشروع الجديد بتاعك. أول حاجة بقى يا سيدي هي وصولك لأوسع جمهور ممكن. تعرف ليه؟ لأنك بتتكلم في أكتر من 47 مليون مستخدم نشط للفيسبوك في مصر، ودي يا سيدي شريحة ضخمة جدا بتضم كل الفئات اللي انت ممكن تتخيلها، من الصغير للكبير، راجل ست، من اللي بيدور على شقة صغيرة لحد المستثمر التقيل. مش بس كده، ووصولك ليهم بقى أسهل بكتير من أي وقت تاني. تاني حاجة بقى هي الاستهداف الدقيق. انسى بقى فكرة ان الاعلان يروح لناس مش مهتمة، لا، ما بقتش موجودة خلاص. دلوقتي تقدر تحدد عميلك بالملي. عايز تستهدف اللي ساكنين في منطقة معينة تقدر، عايز تستهدف ناس عندها اهتمامات استثمارية موجود، عايز ناس سنهم من 28 ل 55 60 سنة وغالبا دول اللي بيبقى في ايديهم قرار الشراء برضه تقدر. طب ده معناه ايه؟ معناه ان كل جنيه بتصرفه في الاعلان بيروح على الشخص الصح. طب وده هيفيدني في ايه؟ انت كده بتقلل هدر الميزانية بتاعتك وبتزود فرص البيع. تالت حاجة بقى هي العملاء المحتملين بقينا نجيبهم بشكل اسرع. ازاي؟ زمان لو تفتكر معايا كنا بنستنى العميل يجي لنا او يتصل بينا. دلوقتي مع اعلانات الليد ادز العميل بيسيب بياناته وهو بيتصفح. البيانات دي بتجيلك على طبق من ذهب كده وانت قاعد، وانت بقى تتواصل معاه وهو لسه مهتم وفكرة الشراء لسه في دماغه. بالنسبة لي بقى الميزة الرابعة دي من أهم الميزات، التركيز على الفئة اللي معاها فلوس. الإعلانات دي بقى بتخليك تركز على الفئة النشيطة، الفئة اللي عندها قدرة شرائية، الفئة اللي فعلا بتاخد قرار شراء، اللي بتدور على فرصة حقيقية استثمارية سكنية تجارية. كل الناس دي موجودة قدام منك، انت بس بتشاور عليهم. طيب احنا كده دردشنا مع بعض في أهمية السوشيال ميديا كاختيار أول ليك وانت بتفكر تعمل كامبين. بس السؤال بقى اللي أنا بسأله لك، هل كل المنصات زي بعضها؟ طبعا لا. 65% من اللي بيشتروا عقارات بيبدأوا بقى رحلة التصفح والبحث من أول منصات السوشيال ميديا. عشان كده لازم نفهم الفرق بين أهم منصتين، فيسبوك وانستجرام. العميل اللي داخل فيسبوك ده عميل منطقي جدا، بيدور على تفاصيل أرقام، بيسأل كام المتر، هدفع ازاي. عشان تقنعه لازم تخاطب عقله. طب هخاطب عقله ازاي؟ اعمل له جولة افتراضية. يعني ايه جولة افتراضية؟ خليه يتمشى في المكان، خليه يتمشى في الشقة، يشوف كل زاوية، يخش من المطبخ للصالة لغرفة النوم. الجولات الافتراضية بتحقق نسب مبيعات خيالية. ممكن تعمل له بس مباشر، أسئلة وأجوبة، طمنه، شيل أي قلق عنده، خلي عندك شفافية، وريله المرحلة الأولى، وريله الناس اللي ساكنة بالفعل. طالما بقى بتخاطب عقله يبقى اعمل له أنت مقارنة بسيطة، ما تسيبوش هو ينزل يعملها. وريله المكان لايف، قول له إن دي فرصة، قول له السعر بتاعي أفضل من ال3 مشاريع اللي جنب مني. هو كده كده هينزل يعمل مقارنة وهيخش هنا هيخش هنا. فانت اشتغل له بقى مستشار، بلاش تبيع له، عرفه العائد الاستثماري ايه. يبقى الخلاصه ان عميل الفيسبوك لازم تخاطب عقله. طيب عميل انستجرام ده عميل كواليفايد قوي، بس ده عايز يحلم. يعني ايه؟ ده عميل بيشتري بعينه وباحساسه، عايز يتخيل نفسه عايش في المكان ده. بقى تصور له فيديوهات شروق الشمس، غروب الشمس، القمر ليله 14، تديله صور احترافية، مش مجرد صور حوائط لا، صورة تحكي له قصة وتحسسه بروح المكان. اديله فيديو ريل 15 ثانية كده، اديله لمحة سريعة عن الحياة الحلوة اللي مستنياه هناك، اديله صورة تفصيلية كده كلوز اب، يعني وريله كده جمال الديكور، جودة التشطيبات، عيشه كده، هخليه يحس بالفخامة. انا عايزك ما تتعاملش مع كل المنصات بنفس الطريقة. افهم عميلك على كل منصة، جهز له المحتوى اللي هو بيدور عليه. عميل فيسبوك خليك منطقي مقنع، اديله تفاصيل، اطلع له لايف. عميل انستجرام خليك فنان، تعيشه الحلم. لما تعمل اللي انا بقول لك عليه بالشكل ده هتلاقي اعلاناتك بتجيب نتيجة لا تتخيلها، هتلاقي المبيعات نطت منك في حتة تانية. تابعني بقى في المحاضرات الجاية، لان دي مجرد مقدمة وبداية ومدخل لاعلانات السوشيال ميديا.